يا سلام عليكم، وياكم اخوكم الاخوانجي ابو حامد من حسينية الفسوة. واليوم بعد ما اجتمعنا اصدرنا بيان مهم لتبيان المنهج الذي يجب ان يسير عليه ابناء جماعة الاخوان المسلمين، الفرقة الناجية التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تتمثل في انك يجب ان تتنازل عن اهم المبادئ الاساسية التشريعية للدين الاسلامي. مثلا هنا احنا في حسينية الفسوة حللنا دفع الربا للبنوك الربوية من اجل الحصول على بيت، ومصافحة النساء للرجال كما رأيتم اختنا المجاهدة، توكل كرامات، لأن من اهم مبادئ الجماعة وهو انه الغاية تبرر الوسيلة، وهذا مبدأ اخوانجي اصيل لا يمكن التنازل عنه. على هذا المبدأ سوف تتمكن الجماعة من الاستمرار من اجل تحرير مكة والمدينة من المسلمين، وليست القدس وفلسطين، لأن القدس وفلسطين في ايدي امينة اليهود وهم من اهل الكتاب. سلام عليكم.